السلام عليكم ورحمة الله اخواتاتي الغزالات، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي اسهل شيوات مع نجاة. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله بما اننا على ابواب السنة الجديدة، الله يدخلها عليا وعليكم بالصحة والرزق والتيسير، غادي نحضروا هذه الحليوة هذه اللي كتجي اكثر من رائعة يا البنات. ضروري تجربوها بمكونات اقتصادية كتذوب ذوبان في الفم وخطيره بزاف، تفرحوا بها وليداتكم. غادي نحتاجو ان شاء الله في المقادير عندنا بيضه واحده اللي بطبيعه الحال كيف ما دائما تكون بحراره المطبخ، وغادي نديرو معها واحد القبيصه كيف ما شفتوا ديال الملحه، وغادي نديرو كاس مع مرش ديال السكر سنيده، هي كاس لاروب، ماشي ديروا كاس العنبه ولا ديروا اي كاس. انا داك الكاس عندي راه ماشي ديال العنبه ولكن هو بنفسه كنعبر به جميع المكونات اللي غادا نضيف، وواحد الخنيشه ديال السكر فاني، واللي عندها فاني سائله تستعملها دير واحد المعلقه صغيره وصافي. غادي نستعملوا فقط هنايا الطراب اليدوي، ما غاديش نحتاجو نهائيا الطراب الكهربائي. وهنايا عندي نصف كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، وغادي نخلطو. وهذا عندي هذا المكون اللي انايا درتو، هذا عصير ديال الاطفال يدير 2 دراهم، تيعطي واحد المذاق واللذه زوين بزاف. ولا بغيتي تستغناي عليه عوضيه بواحد الكاس ديال عصير البرتقال، دابا راه وقت الماندارين الا بغيتي تعصريه، اولا عوضيه بواحد الكاس ديال الحليب. المهم الا بغيتي حتى هذا راه تيعطي واحد اللذه وكيعطي واحد الجمال ديال الكيكه ديالك تتجي رائعه. انا هنايا استعملت 2 كيسان قد ديال الدقيق، ما زدت عليهم حتى شي حاجه. الا كان الدقيق تيشرب كنظن غادي تحتاجي لديك 2 كيسان وربع حتى 2 كيسان ونص، وواحد باكيه الخميره ديال الحلوى من وزن 8 غرام. وصافي غادي نخلطو العناصر كيف الكيك ديالنا، غير هذا خصو يجي شويه خفيف على قوام الكيك العادي. يعني الا كان الطحين ديالك حتى هو كيشرب فاستعملي فقط واحد 2 كيسان وربع. انا هنا كيف قلت لك راني استعملت 2 كيسان قد ما زدت عليهم حتى شي حاجه. وبطبيعه الحال الفران انا راني مسخناه من قبل. نتوما اللي عندها فران ديال الكهرباء دير واقيلا 170 درجه وتكون حتى هي مسخناه من قبل. وصافي غادي تشوفوا اللاطه اللي غادي ندير فيها انا اولا المول. غادي نفرش على ورق الطبخ، من الاحسن فرشوا دائما ورق الطبخ باش ما تلصقش لكم هاد الكيكه ديالكم ولا هاد الجينواز وتعذب لكم. يعني هاد ورق الطبخ راه تيكون الثمن ديالو رخيص وكينفعك بزاف بلا ما تعذبي وتصاوبي الكيكه ديالك وفي الاخر تلقايها لصقات لك في اللاطه. يعني من الاحسن خذيه واستعمليها في هاد المرحله هذه. صافي كيف ما كتشوفوا اللاطه عندي انا تقريبا 42 وقيله على 32، كنظن 42 على 32 هذا هو العبار اللي عندي. الا بغيتي نتيا تجيك غليظه على كيف ما غتشوفوا على الكيكه اللي صاوبت انايا، ديري ديك اللاطه اللي كتكون صغر من هذه، ولا كتفي فقط ديري هاد اللاطه بحال اللي عندي هاد العبار، ولا ديري اي لاطه متوفره لك. صافي كنضربوا اللاطه مع سطح العمل باش كيخرج لينا داك الهواء من الكيكه ديالنا. وصافي ملي كتخرج وكطيب البنات فكنحطوها، انا دائما كنخليها حتى كتبرد مزيان عاد كنبدا نخدم، ما كنديرش الكيكه وهي سخونه. هنا عندي واحد 100 غرام ديال كريم شانتي، علبه كريم شانتي ديال الفاني، مع واحد الكاس ديال الحليب اللي بارد وصافي وطربته. وهنايا استعملت انا هاد الساكل هذا ولا هاد الدائره هذه باش غادي نديرها مدوره. انت الا بغيتي ديريها مربع ولا ما عندكش كاع هذه ديري غير الكاس ولا ديري شي حاجه باش تقطعي بها. صافي كيف ما كتشوفوا قطعتها بحال هكا، عرفتي راه كتجي هاد الكيكه مفشفشه وكتجي خطيره. ودوك البقايا اللي بقاو من دوك الدواور فانا راني درت دوزتهم في الهاشوار، او لا ما عندكش كتفي فقط انك تفرتيها غير هكا بيدك فهي دغيا كتفرتت. انا غير باش دغيا نسربي دوزتها في الهاشوه. هنايا سيرو درت نصف كاس ديال السكر سنيده مع تقريبا كاس لاروب ديال الماء، ودرت عليها واحد الماندارينا. عرفتي كتجي هاد السقواره كتجي بنينه وخطيره بالنكهه ديال الماندارين والليمون، راه حتى هي كتجي رائعه. او لا كتفي فقط انك تسقي بالحليب ولا تسقي بعصير ديال البرتقال عادي. صافي كنسقي
نسقيوها البنات غير شي شويه، حيت الكيكه راه هي اصلا رطبه، يعني حتى ما بغيتيش انك ما تسقيهاش، هذه فقط كاضافه باش كتعزي داك نكهه البرتقال. صافي انا هنايا درت الكريمه ديالي في هذا البوش باش كتجيني العمليه سهله. بطبيعه الحال اللي ما عندهاش ديري غير معلقه صافي، وانتي غادا تقادي هذا هكا باش كتجيني دغيا الخدمه كتجي دغيا مقاده. وكيف قلت لك الا ما عندكش اختي العزيزه ديري فقط واحد المعلقه وبداي ديري بحال هكا قاديهم من الفوق. والسقوه كيف قلت لك ما تكثريش لا السقوه بزاف باش ما تفرتتش لك، حيت هاد الكيكه راه كتجي خطيره وبنينه. وصافي هذوك البقايا ديال الكيك ديالنا غتبداي تهزها بحال هكا وتدرجيها من الفوق، تديرها بحال الشكل ديال القبه. تحاولي انك تدرجي ديك الكريمه هذه كتغيير. حطيها هكا المائده ديالك في راس السنه ولا خليها معتمده عندك الا وجاو الضياف، راه دغيا كتوجد وبسرعه، يعني ما كتحتاج انها تاخذ لك الوقت بزاف. صافي انا غادي نعاود معكم كيف ما كتشوفوا هذه الثانيه هذه ديروها بحال هكا. واللي ما بغاتش دير انها ديرها بالكاكاو وتجيك الكيكه زعما تجيك بنيه. انا باقا كتلف لي الهضره تجيك الكيكه قهويه. صافي ديري عوضيها بواحد المعلقه، ديري ضيفي على هاد الكيك ديالك واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو مور الا بغيتي انها تجيك من اللون الاسود. والكريم شانتي ضيفي ليه واحد حتى هو الشوكولاته ديال الدهن او لا دانيتو الشوكولا الا بغيتيها تجي قهويه. عرفتي يا البنات والله القسم هنايا كيفاش كندير هذا، عرفتي ديك الريحه ديال الليمون مع حتى داك عصير ديال الاطفال حتى هو فيه واحد الريحه مجهده، يعني زويون ديال البرتقال، فكتجي رائعه وغزاله وكتذوب ذوبان في الفم. هذه غير جربوها وراه ما غاديش تاخذ لكم حتى ساعه ديال الوقت دغيا. وصافي انا ملي ساليت الكميه اللي عندي راني دخلتها للثلاجه، خليت انا تقريبا غير واحد الساعه. صافي وجبتها درنا بها كسكروت، راه تجي رائعه وفنه وكتغيير جديده في الشكل وتا كذلك في المذاق، راه تجي غزاله. كيف ما قلت لكم صوبوها لوليداتكم وبالصحه والراحه مسبقا، سرطان بلا ندغن هشيشه دغيا تذوب ذوبان في الفم وبالصحه والراحه. ونتمنى ان شاء الله السنه الجديده تدخل عليكم بالصحه والسلامه وبالرزق والتيسير وطول العمر. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. وإلا عجبك اختي وكنتي ما مشاركاش في القناه فتنقول لك مرحبا بك والف مرحبا، شرفيني في قناتي. ولكم مني اجمل التحايا واطيب الامنيات. يلا مع السلامه اخواتي الغزالات، في فيديو قادم ان شاء الله.